الجمعة 28 الخطبة له. شوف شو يقول السيد هسه. إذا يقول الإمام الرضا مدفون بسامراء وعلى العين وعلى الرأس، نقول له سيدنا تعال شنو دليلك مثلا؟ أما ليش الافتراء هذا؟ ليش الكذب؟ ليش فشلتونا؟ والله ضحكتوا الناس علينا يا أخي. قعدوا الناس من ذول اللي يعتبرون نفسهم متدينين يقول شوف ذول الصدريين ايش يد مخربطين. كم عم الإمام الرضا مدفون بخراسان جابل سامراء. شوف بعدين شنو؟ شوف هذا محمد الصدر شو يقول. يا أخي ليش هيك؟ عيب، عيب عليك جاي تسيء إلى مرجعك. هذا الرجل ضحى بدمه من أجلك أنت الجاهل المطفي حتى يطلعك من هالنقرة هذه. خلينا نشوف السيد الشهيد شو يقول بخطبة 28. خلينا نشوفك أنت أبو راس المربع اللي تقول السيد الشهيد يقول الإمام الرضا مدفون بسامراء. كمل الخطبة، هاي الخطبة قدامك شوفها، شوف ايش تفتهم منها، حتى الأثول يفتهمها. يقول كل ما هو ما أقراها كلها، كل ما في الأمر. السيد هنا يقارن بين الخليفة المتوكل والمأمون، ويقارن بين الإمام الرضا والإمام الهادي، ويقارن بين خراسان وسامراء. ايش يقول؟ كل ما في الأمر من الفرق أن المأمون كان في خراسان فاستدعى الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان أيضا لوشاية لحقت به من قبل بعض النواصب المتزلفين للدولة حينئذ. فكذلك الحال في الإمام الهادي عليه السلام، من حيث أن الوشاية هي نفسها أو بمنزلتها، غير أن البلدة كانت خراسان يحكي على الإمام الرضا عليه السلام، والآن هي سامراء على الإمام الهادي. وكلاهما سلام الله عليهما بقيا في البلدة بقية حياتهما إلى أن قتلا مظلومين ودفنا في نفس تلك البلدة، فأصبحت خراسان عتبة مقدسة مباركة وجليلة الإمام الرضا مدفون بها، وكما أصبحت سامراء عتبة مقدسة مباركة وجليلة. أكو بعد أوضح من هذا الكلام؟ مع فرق واحد، وهو أن المعصوم المدفون في خراسان واحد، والمعصوم المدفون في سامراء اثنين. ومن هنا اكتسبت منطقة وسط العراق وجنوبه أهمية دينية عالية جدا لأنها كذا. يا أخي كمل الخطبة، كمل الخطبة قدامك، كملها وشوف شو يقول السيد قدس الله نفسه. جاي يعقد مقارنة بين خراسان وبين سامراء، بين الإمام الرضا وبين الإمام الهادي، بين المأمون وبين المتوكل، وبين الواشي هناك والواشي هناك. وجاي يقول أصبحت خراسان عتبة مقدسة وفيها إمام واحد مدفون، سامراء أصبحت عتبة مقدسة وفيها إمامين مدفونين. يا أخي ليش فشلتونا؟ والله العظيم ضحكتوا الناس علينا، ضحكتوا الناس وإحنا متحملين. يراسلني شيخنا فلان قال، يا أخي فلان روح سأله، يقول لا هو قال. زين أنا ملزم أشرح لك؟ عمي العيون محمد الصدر والله ملزم أشرح لك، لعيون لدماء محمد الصدر ملزم أشرح لك وخادم لك، بس غير تقتنع. هسه ما جاي نجيب شيء من جيوبنا يا اخوان. مو هذا خطب السيد موجوده قدامنا، وكلام السيد ولقاءات السيد وكتابات السيد كلها موجوده. منين تجيبون الحكي هذا يا اخي؟ والله العظيم عيب، والله عيب وفشل. عموما اسال الله تبارك وتعالى لنا ولكم الهدايه. الحمد لله رب العالمين.